السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي أنا وأمي للطبخ والحلويات. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم عجينة مورقة بحشوة اقتصادية. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير تاع العجينة كنحتاجو 3.5 دقيق، 2 معالق خل، 2 معالق زيت، ملحة، ماء وزبدة تاع الدوراق. كنديرو 2 معالق كبار نتاع الخل، وكنضيفو 2 معالق زيت، شوية الملح ونجمعوها بالماء. كنقطعو الزبدة طريفات، كنورقو العجينة نتاعنا بحال هكا، وكنضيفو الزبدة في الوسط ونجمعوها بحال الطوية نتاع المسمن بحال هكا. ونبداو نخدموها بالدلاك، نخدموها شحال ما خدمناها شحال ما كتجي العجينة مورقة وكتجي مزيانة بحال هكا. ونقطعوها على زوج ونفوتو ان شاء الله الحشوة. كنحتاجو فيها خيزو، فلفل احمر والاخضر، بوارو، قرعة خضراء، ملفوف اولا المكور، شوية بزار، شوية سكنجبير، ورقة الداموسة والقزبر يابس، وشوية نتاع الملحة. المهم الحشوة اختيارية، درنا هذه حنا اقتصادية ولذيذة في نفس الوقت. كنحكو خيزو ونقطعو الفلفل الاحمر والاخضر والبوارو، القرعة خضراء، كلشي نقطعوه بحال هكا، نسوطيوهم في الزيت. كاع الخضرة نديروها، من بعد كنديرو ليها ورقة ديال سيدنا موسى وشوية نتاع القزبر مطحون. مين كطيب الحشوة نتاعنا كنضيفو عليها الزيتون مقطع قطع صغار والشعرية الصينية والثوم. كندهنو المول تاعنا بالزبدة والدقيق، وكنقطعو العجينة على شكل دائرية على حسب المول، ونديروها في المول ونطلعوه مع الجناب بحال هكا. نديرو الحشوة في الوسط ونديرو فوقها جبنة موتزاريلا ولا اي فرماج عندكم في الدار، ونديرو عاوتاني من الفوق عجينة وندهنوها بالبيض نتاع البيض والخرقوم، ونشرطوها بالموس ونديرو الزيتون الاسود. ديكور اختياري وندخلوها الطيب. بالنسبه للعجينه اللي بقات راه ما غاديش نرميوها ومازال غنحتاجوها، غنديروها كرات صغيورين قدهم بالدلاك، نديرو في وسطهم فرماج قدهم بهذه الطريقه، دخلوهم يطيبوا. وشهية طيبة في قناتي أنا وأمي للطبخ والحلويات. بالنسبة للعصير منعش ورائع واقتصادي، كيجي لذيذ بزاف. مكونات بسيطة اللي هي الخيار، خيارة، وجوج الحامضات صغار، ورقة تاع النعناع، وشوية تاع سنيدة، والماء بطبيعة الحال. نديرو كلشي في الخلاط ونضيفو سنيدة على حسب الذوق والماء، طحنو كلشي مزيان، صفيوه وبالصحة والراحة. وكنتمنى ان شاء الله تشجعونا بلي لايك، بارطاج، ابوني، وفعلوا الجرس باش اي حاجة درناها توصلكم. وشكرا لكم بزاف.